أهلا بحضراتكم في جملتين وبس. يعني إيه إنسان مثقف؟ إيه هي الثقافة؟ كتير قوي ناس بنقول عليهم بيتفلسفوا علينا، بيفردوا عضلاتهم علينا الفكرية، بيستعرضوا كلمتين قروهم، حافظين أي حاجة وبيتكلموا فيها. يعني احنا بنشوف ده كتير قوي، وده احيانا بيضايقنا وبيزعلنا وبيحسسنا ان الانسان ده زي ما بيقولوا كده انسان متقعر، يعني هو عامل لنفسه عمق، هو في الحقيقه ما عندوش اي عمق. ده بقى بيجرنا او بيسحبنا لمفهوم مهم جدا. اصلا يعني ايه ثقافه؟ الثقافه يا جماعه مش مرتبطه بس بالقرايه، مش معنى انك تكون مثقف انك انت عمال تقرا بس. الثقافه هي اطلاع على كل مفردات الحياه، بمعنى ان ممكن الانسان يكون مثقف من خلال مشاهده الافلام، مثقف في الافلام، بيتفرج على الافلام، بيكتسب منها معاني، افكار، بيفهم منها ابداع، مثلا في تصوير، في فيديو، في مونتاج، في صوت. دي ثقافه. انت عندك ثقافه كويسه من حيث الافلام. ممكن تكون عندك ثقافه في الاطلاع والقرايه، دي طبعا الثقافه اللي معظم الناس عارفاها. في ناس تانية ثقافه في الناحيه الطبيه، في ناس عندها ثقافه في الناحيه الالكترونيه، في ناس عندها ثقافه في الموبايلات بتفهم فيها كويس وشاطره فيها قوي وعارفه فيها كتير، في ناس عندها ثقافه في العربيات، في ناس عندها ثقافه في الدين وعلم، عندهم خبره كويسه قوي وعندهم حافظين احاديث كتير، عارفين ايات كتير، عارفين معاني، عارفين فقه، عارفين تفسير، عارفين سنه. مجال الدين مجال واسع، انا غير مؤهل ان انا اتكلم عنه. انا بتكلم عن ان الثقافه بمعناها الواسع اللي هي ان انا اكتسب خبرات، اكتسب معرفه، اعرف شيء. فاذا الثقافه مش مقتصره بس على انك انت تقرا في كتاب. طيب هل الثقافه ليها دليل؟ طب ما ممكن 10 قاعدين في نفس المكان كل واحد ماسك كتاب بيقراه، او 10 مروا بنفس الموقف التعليمي او الخبرة معينة، او قاعدين كلهم باصين للبحر بيشوفوا اطفال وما بيلعبوا في البحر، او وفي الاخر خالص كل واحد فيهم بقى عنده المعلومة بقى في الاخر المفروض ان احنا نقول ان هو مثقف بهذه المعلومة. فهل الثقافة مجرد تحصيل المعلومة؟ هي دي النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها. لا، الثقافة شيء آخر. الثقافة شيء بيرقى بيك. لو أنت زدت في حاجة لازم تبان عليك الزيادة. كذلك بقى، يعني عشان أكد بقى المعنى اللي كنت بتكلم فيه الأول، إن أساسا المثقف مش هيحتاج يتفلسف عليك. ليه بقى مش هيحتاج لكده؟ لأن هو زاد من غير ما يبين انه زاد، من غير ما يظهر انه زاد. لا يعني انه يظهر لك انه زاد. انت لما بتتكلم معاه وبتتعامل معاه بتلاقيه هو انسان زاد يعني ايه؟ يعني محصوله زاد، اخلاقه زادت، طريقته زادت، خبراته زادت. انت بتلاقيه انسان مختلف، فانت بتحس بثقافته. العكس بقى اللي هو بيدعي ثقافة دايما بتلاقيه هو عارفين الحاجة اللي هي ملهاش عمق في الحقيقة مفيش. فبالتالي هو ايه؟ يعني بيحاول يرسم شيء، او بيحاول يوصل شكل، او بيتفلسف عليك، او ان هو بيقول كلمتين في الحاجة ما يعرفش يكملها، او ان هو يعني يستعرض الحاجة اللي هو عارفها في حتة معينة عشان بقية الامور مش عارفها. فاذا الثقافه لها دور كبير قوي في انها بترقي الاخلاق. اذا انت مثقف تبقى انت اخلاقك عاليه، اذا انت مثقف ما انتش محتاج تستعرض على حد. لو انت مثقف بتاخد بايد غيرك، لانك كل انت ما استزدت من العلم، بالذات العلم ربنا سبحانه وتعالى وعد اللي يستزيد من العلم وينقله لغيره له كرامه كبيره قوي عند ربنا سبحانه وتعالى، وله ثواب كبير جدا وفضل. في حديث طبعا في هذا المجال. انا عايز اقول ان يعني دي رساله من رسائل الحياه، انك تنقل العلم، انك توصل العلم. اذا انت اتعلمت حاجه علمها لغيرك من غير ادعاء، من غير ما تتحسسه ان انت احسن منه في شيء، من غير ما تعد عليه جمايل، من غير ما تفكر انك انت عملت حاجه مميزه. انت عملت اللي عليك، انت خدت اللي ربنا اداهولك ووصلته. انت بتوصل رساله مش اكتر. دي مش شطاره منك. واذا كل ما انت بتوصل رسالتك بامانه اكتر، كل ما ربنا يبعت لك برضه بامانه حد يديك اللي اكتر وتزيد. فاذا كان زمان بقى يقولوا ايه؟ الثقافه ما اطلعت عليه ووقر او رسب في القاع. يعني ايه؟ يعني جواك يحلو، دماغك تبقى اجمل، احساسك يبقى ادق وارقى، تقدر تحس اكتر، كلامك يتهذب ويبقى في طريقه افضل في الكلام، اسلوبك يختلف، حتى معرفتك نفسها بقى بالمعلومه دي. اخر نقطه اللي هي بقى الناس كلها القشره اللي الناس بتاخدها، معرفتك زادت.
فاحنا الثقافة مش القشرة بقى، مش ان انا بس عندي معلومات زادت، لا، بنت في ايه تاني، بنت فيا ككل في ايه، انا كإنسان زدت في ايه، ثقافتي ازاي، بينتني ازاي. فاذا كل ما كنت مثقف كل ما كنت انسان ارقى، وكل ما كنت مثقف ما انتش محتاج تدعي ثقافة، وكل ما كنت مثقف الناس تحس بقيمتك اكتر، وكل ما كنت ناقل لثقافتك وعلمك للاخرين كل ما زاد ثوابك عند الله سبحانه وتعالى، وكل ما اتفتحت لك ابواب المعرفة والخير. ربنا دايما يزيدكم من فضله ومن علمه، ونتمنى يزيد عدد المثقفين. اشكركم.